السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو كتلتحقوا بيا اليوم. هاد الحلقه خاصه ليك انتي اللي كتفيقي قبل كاع الناس، كديري القهوه وانتي مازال ما حليتيش عينيك مزيان، كتفكري في الغدا، في الخدمه، في الدراري، وفي مول الدار، وفي الطوموبيل اللي خاصها المازوت، وفي لا فامي اللي خاصك تسولي فيهم. كتسالي نهارك، كتحطي راسك على المخده، وفي عوض ما ترتاحي كيبدا واحد الصوت لداخل كيقول لك شفتي اليوم ما طيبتيش العشاء مزيان، شفتي راكي اليوم تعصبتي على الدراري، شفتي راه فلانه دايره اكتر منك. اليوم بغينا نهضروا على واحد الكذبه كبيره عاشت معنا سنوات، كذبه المراه الخارقه. واش حنا فعلا بطلات، ولا حنا غير ضحايا لواحد المجتمع اللي بغانا نديرو كل شيء وفي وقت قياسي وبابتسامة عارضة؟ تبعوا معايا حبيباتي للآخر ديال البودكاست، لأن بصح خاصنا نوعاو شي شوية. ويلا نبداو. نبداو من الأول. شكون هي هاد المرأة الخارقة؟ المرأة الخارقة هي هذيك اللي خاصها تكون طوب في الخدمة، شاف في الكوزينة، مربية مثالية للدراري، وموديل في اللبسة والزين والجمال. هذا الضغط ما جاش من فراغ. شوفوا غير السوشيال ميديا، كتحلي انستغرام كتشوفي وحده يلاه ولدات هذه شهر، والدار عندها كتشعل، ومطيبه شهيوات، ولابسه البيسه مقاده، وفوق هادشي كدير رياضه. هاد الصور كتعطينا واحد الاحساس خايب بالتقصير. كنوليو نقارنو الكواليس ديالنا اللي فيها الروينه والنعاس ناقص مع الواجهه ديال الناس اللي مقاده بالفلترات. الواقع هو اننا بشر، المشكل الحقيقي هو داك الحمل الذهني، لو بوا مونطال. المراه المغربيه واخا تكون جالسه كترتاح، راه دماغها خدام. واش كاين الحليب الغدا؟ واش ولدي حفظ مزيان الامتحان؟ هاد التفكير المستمر هو اللي كيهلكنا اكثر من الخدمه ديال اليدين. دابا بزاف ديال النساء كيتسائلوا علاش واخا كندير مجهود ديما كنحس بالذنب. الجواب بسيط، حيت علمونا باللي المراه الحاذقه هي اللي كتضحي براسها. الا ارتحيتي كتحسي باللي راكي معكازه، والا خرجتي مع صحاباتك وخليتي الدراري كتحسي باللي راكي ام خايبه. هاد عقده الذنب هي السجن اللي حبسنا فيه راسنا. المجتمع كيشجع المراه اللي صباره واللي كتجي فيها الدقه وكتسكت، ولكن حتى لين الاحتراق النفسي، البورن اوت، راه حقيقي وماشي كذوب. وشحال من مرة دابا كتعاني من القلق، الصداع النصفي، ولا غير العصبية مع أبسط الأشياء، والسبب هو أنها معمرة الكاس كتر من القياس. خاصنا نفهمو باللي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانتي راه ماشي آلة، انتي إنسانة عندك طاقة محدودة ولازم تقسميها بذكاء. ودابا شنو هو الحل؟ واش نخليو كلشي ونجلسو؟ اكيد لا، ولكن كاين خطوات عمليه. اولا، قنني السوشيال ميديا. اي صفحه كتحسك باللي حياتك ناقصه، ولا باللي انتي ما دايرش مجهود، ديري ليها انفولو في البلاصه. صحتك النفسيه اهم من هذوك الشهوات ديال فلانه، ولا كيفاش كتشوفي فلانه خارجه وكدور وانتي جالسه غير في الدار. ثانيا، تعلمي تقولي لا. ماشي لازم تحضري لكاع المناسبات، وماشي ضروري ديري كاع المهام اللي كيطلبوا منك الناس. لا، هي كلمة ديال القوة ماشي ديال الضعف. ثالثا، شاركي المسؤولية. هذه رسالة ليك واللي معاك في الدار. الخدمة ديال الدار ماشي مساعدة من الرجل أو الدراري، هي واجب مشترك. تعلمي تطلبي المساعدة وما تحرجيش. رابع حاجة هو وقت أنا. واش كتقدري تعطي راسك غير 15 دقيقة في النهار ديالك بوحدك، بلا تليفون، بلا دراري، بلا تفكير في غدا؟ هاد 15 دقيقة هي اللي كتخليك تكملي نهارك. في الاخير بغيت نقول لك راه السعاده ديال الدار وديال وليداتك كتبدا من السعاده ديالك انت. الا كنتي مدمره ومحطمه نفسيا راه ما غادي تعطي والو. كوني مراه حقيقيه ماشي مراه خارقه. غلطي،
ارتاحي، خلي الماعن في لافابو الغدا، ونعسي بكري الا كنتي عيانه. العالم ما غاديش يوقف، ولكن صحتك الا مشات كل شيء غادي يوقف. شكرا لك حيت عطيتيني من وقتك وسمعتي ليا. قولي لي في التعاليق واش حتى انتي كتحسي بهذا الضغط، وشنو هي الحاجه اللي قررتي تبدليها من اليوم. تهلاو لي فراسكم، وكنبغيكم بزاف. نشوفكم في الفيديو الجاي. بسلامه.